الشيء اللي بتسويه هاي الإنسانة بهذا الصبي والله عيب، 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 عيب مرة. ندى صراحةً انصدمت فيها بهالموسم، انصدمت. في الأول قالت لها إنه أهلي ما راح يوافقون عليك لأنك ما عندك لا شهادات لا دراسات لا ولا شيء. لما راح قعد معها قالت له لا أنا الإنسان أحبه بشهادات ولا بدون شهادات. منافقة يا أخي، منافقة، منافقة. لكن كملت زينها وكملت شغلها لما صفعته قدام الناس. ايش يا اختي، والله عيب عليك، قسما بالله عيب عليك، عيب. انا ما لقيت ايش اقول على هاي الانسان، على هاي الشخصيه. حتى النرجسي يسلم منها، شخصيتها لسه لم تدرس، غير موجوده بهالكون. أنا أقول على نفسي إني حمار، ليش؟ لإني كنت أدافع عنها بالموسم الأول، وأقول إنه شو بدهم بهاي البنت ومسكينة وكذا وكذا وكذا. بس بس وجدان وفرح كان معاهم ألف حق، وجينيفر كان معاهم 2600 ألف حق، لأنهم كانوا يشوفون أشياء أنا ما كنت أشوفها. والله عيب عليك يا ندى، عيب، عيب. طيب ليش صفعتِ الإنسان؟ ليش صفعتِ هالآدمي؟ أدهم مسكين من أطيب خلق الله، هو أدهم من أطيب خلق الله. أنتِ وش راح أقول لِك؟ ب4 وش، ب4 وشوش، 5 وشوش. أنتِ حية، حية، أنتِ حية بتتمشى مع الناس. والله الله يسلمنا منِّك وخلاص، لأنه عيب. يا أختي أنتِ ما تحبين الرجال، قولي له يا أخي أنا ما أحبك، خلاص. مو تقولي له لا أنا جيت الفيلا علشانك، والله جيتِ الفيلا علشانه؟ أصلًا أنتِ صاحبة فكرة فرصة تانية، هذا البرنامج فرصة تانية للمشتركين، أنتِ صاحبة هالفكرة. والله انتهى الكلام مع هالإنسانة، انتهى الكلام. أما الطامة الكبرى التي عملتها للقرآن هذاك فيديو لوحده، ادخلوا شوفوا، حطيت فيديو تبعها على القرآن. أنا هاي الإنسانة خلاص كرهتها، وكرهت تمثيلها، وكرهت وجودها بقسمة ونصيب. يلا يا إخوان مع السلامة، أتمنى تحطون لايك وشير وتشتركون بالقناة، وشكرا.